كنت فاكر إنك بتختار تشوف إيه؟ فاكر إنك بتشتري الحاجات اللي بتحبها؟ أو حتى بتتأثر بالحاجة اللي تستاهل تتأثر بيها؟ الحقيقة لأ، في 3 حاجات بتحركك من تحت لتحت وإنت مش داري. أول حاجة الخوارزميات أو algorithms. الخوارزميات دي مش مجرد أكواد، دي عقل إلكتروني قاعد بيراقبك. وقفت على فيديو كام ثانية زيادة تم تسجيلها، عملت سبسكرايب لقناة أو لايك لحاجة، حلو قوي نسجل ده كمان. ودي على فكرة فرصة لطيفة تعمل لايك انت كمان دلوقتي بما اننا بنتكلم في الموضوع. الخوارزمية بتفهم انك بتحب النوع ده من الحاجات وتبدأ تغرق فيها، وانت بتفضل جوه نفس الفقاعة الإلكترونية دي من غير ما تحس. الحاجة التانية العرض والطلب. الناس كلها جريت تشتري حاجة، خلاص سعرها هيولع. المنتج بقى موجود كتير، السعر بينزل. الاقتصاد ماشي بقانون بسيط، العرض والطلب، والمثير إن المحتوى على السوشيال ميديا بقى بيتباع ويتسعر بنفس المنطق. ومناسبة الكلام ده، إحنا العرض بتاعنا هو إننا نفضل نقدم لك محتوى يعجبك دايماً، والطلب إنك تعمل لينا متابعة ولايك دلوقتي. آخر حاجة معانا هي التطبيع النفسي. أول مرة تشوف حاجة صادمة بتقول دي كارثة، تاني مرة بتتضايق شوية، تالت مرة بقت حاجة عادية جدا. وده اسمه التطبيع النفسي. الدماغ بتتعود، ولما تتعود على الغلط بتشوفه عادي. طب وده كله ايه علاقته ببعض؟ هقولك، الخوارزميات بتتحكم في اختياراتك، العرض والطلب بيشكلوا السوق، والتطبيع النفسي بيسوق لك الغلط على انه طبيعي. لو عجبتك الفكرة اعمل لايك وسيب كومنت بمصطلح عايز نفككه الحلقة الجاية، وخلي الخوارزميات تكمل الباقي.